السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبألف خير. عاوزة تعملي حاجة حلوة وتكون سهلة وسريعة ومش مكلفة وشكلها خطير بيخطف العين وطعمها فوق الوصف؟ تبقى وصفتنا النهاردة. مكوناتها عندنا في كل بيت، تحلية باردة ترطب على قلبنا في الحر اللي احنا فيه ده. هنعمل الكاسات القمر دي، ما ينفعش نكون في موسم المانجا وما نعملش التحلية الرهيبة دي. ألذ وأشيك حاجة حلوة ممكن تعمليها بمنجاية واحدة و3 كوبايات من الحليب، لا كريمة خفق ولا هندخل في الفرن، في دقايق هتكوني عاملاها. طبقتين، كل طبقة أحلى من التانية، كريمية وناعمة وبترطب على القلب. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشوف عملناها ازاي. بس بالله عليكم لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك، علشان ده اللي بيرفع الفيديو علشان يشوفوا أكبر عدد من الناس. ويلا نبدأ. في الأول هنجهز الطبقة الأولى. في حلة هضيف 3 كوبايات من الحليب الساقع أو بحرارة المطبخ، ما يكونش سخن ولا دافي. هضيف على الحليب 4 معالق كبار من السكر. السكر هنا على حسب ما انت حابة، السكر يكون مظبوط أو زيادة، بس ال4 معالق اللي أنا حطيتهم بيخلوه مظبوط جدا. كمان هضيف 3 معالق كبار من النشا، لكل كوباية حليب معلقة نشا كبيرة. هنقلب المكونات كويس جدا على البارد لغاية لما النشا والسكر يدوبوا تماما، وبعد كده هنرفعهم على النار. خلاص رفعنا الكريمه على النار، هنفضل نقلب لحد لما قوام الكريمه يتقل ويربط. وطول ما انت بتقلبي فيها القوام عمره ما هيعمل كتل صغيره ولا الكريمه هتتلسع منك، وهيكون قوامها ناعم جدا. نخلي بقى حراره النار تكون متوسطه او هاديه. ولو حابه بقى الكريمه تكون غنيه اكتر ممكن تضيفي في الوقت ده معلقه كبيره من القشطه او مكعبات من الشوكولاته البيضاء. ولو مش متوفر عندك اعمليها زي ما انا عملتها كده، هيكون طعمها خيال فوق الوصف واقتصاديه ومش محتاجه اي اضافات خالص، بجد طعمها حلو جدا. خلاص الكريمه لفت معانا وغلت، مش هطفي عليها النار على طول، هسيبها حوالي دقيقتين علشان النشا يستوي وطعمه يختفي. بس هزود 2 باكت من الفانيليا هيدوها ريحه حلوه. ممكن تكون الفانيليا دي سايله او بودر، مفيش مشكله، المتوفر عندك استخدميه. خلاص كده هطفي عليها، وادي طبقه الكريمه بقت جاهزه معانا. تعالوا نشوف الخطوه اللي بعد كده. هنحضر الكاسات اللي هنصب فيها الكريمه. انا جهزت الكاسات وحطيتها بميل شويه بالورب فوق سلاطين، طبعا لازم من السلاطين علشان اعرف اميلهم. ممكن تحطيها فوق سلاطين او على صينيه الكب كيك، تحطي الكاسات بميل في الفتحات بتاعتها. حابه تعمليها مظبوطه الكوبايات تكون معدوله مفيش مشكله، او بميل مفيش مشكله، ده على حسب راحتك. هنصب على طول الكريمه وهي سخنه. الكريمه حطوها في حاجه يكون ليها بوز علشان تبقى سهله في صبها وتوزيعها. وبعدين هسيبها بقى تهدى شويه، وبعدين ادخلها التلاجة علشان تتماسك اكتر. وكمان حاجه مهمه قوي، شيلي الكاسات بحذر بالراحه علشان تفضل محتفظه بشكلها ده. اوعي تهزيها علشان الشكل مش يبوظ، هي بيكون لسه طريه مش متماسكه. تعالوا بقى نعمل الخطوه الثانيه. عندي باكت من جيلي المانجا، هضيف عليه نص كوبايه من الميه المغليه ونقلب كويس جدا علشان يفك معانا بسرعه. هنزود